محدش داق عندي السينابون قبل كده الا وكان منبهر بطعمه وبيسألني بيتعمل ازاي وكمان بيطلب مني ان انا اعمله له. لو عملتي طريقتي في السينابون استحالة تشتريه من بره تاني لانه احلى من محل السينابون نفسه بشهادة كل اللي داقه. جربيه بقى وقولي لي رأيك ايه. تعالي بقى اقولك بيتعمل ازاي او هنحتاج ايه عشان نعمل السينابون القمر ده. هنحتاج كوباية كبيرة لبن دافي، واللبن لازم يكون دافي بحيث يتفاعل مع الخميرة وينشط بسرعة بالمج اللي انتوا شايفينه ده، مش دافي سخن يعني. تمام. هنحط عليهم 2 معلقة كبيرة خميرة وبيضة بدرجة حرارة الغرفة ومعلقة كبيرة زبدة لينة اللي هو تحط ايدك فيها كده ايدك تدخل يعني. ربع معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة كبيرة سكر، وبعدين بقى هنجيب مضرب او معلقة او اي حاجة نقلب بيها كل المكونات اللي احنا حطيناها لحد ما القوام يمتزج ويبقى قوام كده متجانس. هنبدأ بقى نحطه في العجان ونضيف عليه 400 جرام دقيق منخول او اقل من نص كيلو يعني بما يعادل 3 مجات شاي كبيرة مليانة دقيق. احنا مش هنضيف الدقيق مرة واحدة، هنضيفه بالتدريج لان الحركة دي بتخلي قوام العجينة ممتاز جدا والعجينة تتخدم كويس جدا. هنفضل بقى نزود الدقيق كده بالتدريج وهنسيبه يتعجن كويس جدا 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 ويتخدم وما يبقاش فيه اي حبيبات خالص وتبقى عجينة ملساء وناعمة. انا هنا بقى فتحت عليها، هي عجينه بتلزق شويه، مش بتلزق قوي، هي بتلزق شويه. هنفضل بقى نعجنها لحد ما تتخدم وهتبقى بالشكل ده معانا عجينه ناعمه وحلوه جدا. هنحطها في نفس البوله وبعدين هنغطيها ببلاستيك راب او بكيس بلاستيك ونسيبها لحد ما تخمر. ولحد ما تخمر بقى هنعمل الصوص الابيض اللي بيبقى فوق السينابون او الجليز. هنحتاج عشان نعمله علبه جبنه مثلثات او مربعات كيري او علبه جبنه كيري او فيلادلفيا، اي جبنه كريمي عندك. انا كان عندي مثلثات حطيتها. وهحط عليهم 4 معالق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة برضو تكون لينة، اللي هو تحطي ايدك فيها كده ايدك تغرز او تدخل في قطعة الزبدة. 4 معالق كبيرة زبدة. تمام. وهنفضل نضرب فيهم لحد ما القوام ده ينعم جدا ويبقى خليط كده متجانس ولونه واحد. هنفضل نضرب، انا طبعا سرعت الفيديو. وهنبدأ نضرب وهنوقف كده في النص. نزود فانيليا سايلة او فانيليا باودر اللي موجود عندك حطيه، مفيش اي مشكلة. وبعدين هنكمل ضرب بعد ما نزود الفانيليا وبعدين هنزود سكر بودرة. اعملي حسابك يكون عندك سكر بودرة. تمام. مثلا مقدار نص كوباية سكر بودرة. في ناس بتحط الكمية كلها يعني مقدار نص كوباية كلها، بس انا ما بحبش الحاجة مسكرة قوي. وطبعا نلاحظ ان احنا حاطين سكر في العجينة واي صوص هيتحط برضو فوق هيبقى مسكر، فانا ما بحبش الحاجة مسكرة قوي. انا هنا ببقى عامله حسابي ان انا مثلا معايا نص كوبايه سكر بودره مطحون وبفضل ازود معلقه بمعلقه واضرب وبعدين ادوق لحد ما اوصل لكميه او لمعدل السكر بالظبط اللي انا شايفاه مناسب ليا. حابين تحطوا نص كوبايه كلها براحتكم، بس انا مره عملتها وحطيت نص كوبايه كلها حسيتها مسكره جدا، فمعلقه بمعلقه افضل. وبعدين دوقوا لحد ما توصلوا لمعدل السكر اللي بتحبوه. انا هنا خلصت الجليز، هسيبه في التلاجة وهكمل مكونات او عجينه السينابون. هعمل بقى حشوة السينابون وهي 2 معلقة كبيرة قرفة مطحونة، ربع كوباية سكر، ونص معلقة صغيرة كاكاو، وهنسيبهم على جنب. وتعالوا بقى نشوف العجينة بعد ما خمرت شكلها عامل ازاي. ده بقى العجينة بعد ما خمرت، ومن كتر الخمر زي ما احنا شايفين البلاستيك راب عرقان خالص، وده دليل ان العجينة كويسة وخمرت خمر كويس. هنديها كده بقى بوكس نخرج منها الهواء ونطلعها على البورد الاورنج دي، وطبعا نعفرها كده برشة دقيق عشان عجينة السينابون معانا ما تبقاش ملزقة او تلزق في البورد. وهننزل بقى العجينة كده بتاعتنا. نحاول في الخطوة دي نبططها او نفردها على شكل مستطيل الاول قبل ما نفردها مستطيل كبير زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو. بحاول اخليها كده بايدي بشكل مبدئي، يعني بحاول احجمها على شكل مستطيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قبل ما افرد باي حاجه بايدي كده الاول بعمل شكل مستطيل بايدي، وهجيب بقى النشابه ادهنها او اعفرها برضو بالدقيق بحيث ما فيش حاجه تلزق فيها، وهبدا افردها على شكل مستطيل على قد البورد الاورنج دي بالظبط. هو ده الحجم اللي انا محتاجاه بالظبط، ما تبقاش رفيعه قوي ولا تبقى تخينه قوي.
انا هنا خلاص فردتها بقى. هجيب 6 معالق كبيرة زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة، اللي هو برضو ايدك لما تدخل فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالظبط، ايدك تدخل فيه. دي 6 معالق، وهبدأ ان انا اخدهم وافردهم على عجينة السينابون. هفردهم، بصوا هي بتتفرد اكنها اسبريد او حاجة كريمي. هفرد بقى ال6 معالق كلهم، وبعد ما افردهم احط عليهم حشوة السينابون اللي احنا عملناها مع بعض. افكركم بحشوة السينابون تاني، وهي 2 معلقة كبيرة قرفة مطحونة، نص معلقة صغيرة كاكاو خام، وربع كوباية سكر. هفضل بقى ان انا افردهم كده واحط الكمية كلها، ما تخافوش. الكمية اللي انا قلتها لكم دي بالظبط هتكفي مقدار العجينة بتاعتنا. نحطها كلها ونبدأ نلم بقى الرول بتاعنا بالشكل ده، نلمه كده بالراحة. انا هنا مجرية الفيديو. هنلم الرول بتاع السينابون بتاعنا، وبعدين هنقلبه ونفضل نقفل اطراف السينابون معانا. هنقفلها كده اكنك بتقفلي عيش فين، ونقفل اطرافه. وهنا معانا الرول الجميل بقى. هنا بقى معاكي الاختيار تقطعي بفتله او تقطعي بسكينه. انا هنا هقطع بفتله. بعدي الفتله من تحت الرول وبقوم قلبها كده عكس عكاس، وبتتقطع معانا بمنتهى السهوله. شفتوا بقى شكلها حلوة جدا. انا هعمل معاكم كمان قطعة، وبعدين هقطع باقي القطعة واحطها في صينية مدهونة زبدة برضو لينة او بدرجة حرارة الغرفة، وبعدين هوريكم شكل الصينية. وده بقى شكل صينية السينابون معانا بعد ما قطعنا كمية السينابون كلها بالشكل ده. نسيب منهم او بينهم مسافة صغيرة. الكمية دي عملت معايا 9 وحدات سينابون كبيرة وواحدة صغيرة بالشكل ده. هنا بقى بعد ما خمرت شكلها زي بتاعت محلات سينابون بالظبط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، فرن مسخن مسبقا يكون سخن جدا. هندخل فيها ونسيبها لحد ما جوانبها تحمر، ولما الجوانب تحمر نشغل الشواية تكمل تحمير. هنا بقى بعد ما طلعت بالشكل الحلو ده، شفتوا انا هنا بتك عليها طرية جدا جدا جدا. هنا بقى انا هبدا امسك بخاخه الميه الخاصه بالاكل، ابخ وشها. تمام. هتطلع بخار كده. اول ما تطلع بخار اغطيها بفوطه نظيفه. البخار ده بيرجع تاني في العجينه يطريها جدا جدا جدا. انا بحب اعمل كده في كل المخبوزات مش بس في السينابون. اول ما المخبوزات بتطلع سخنه بديها كده بخه، البخار بيرجع لها تاني وبتطرى جدا. هنا خلاص بقى بعد ما حطيت عليها الصوص الابيض اللي احنا عملناه سوا، هبدا ان انا احط عليها كده شويه كراميل. تمام. عندك صوص بقى كراميل، صوص شوكولاته، اي صوص عندك تقدري تحطيه، اي نوع مكسرات تقدري تحطيه. مش عايزه تحطي كراميل ما تحطيش، مش عايزه تحطي شوكولاته ما تحطيش، عايزه تكتفي بس بالصوص الابيض او بالجليز اللي احنا عملناه براحتك. وبس بقى بقت بالشكل التحفه ده، وطعمها وقوامها احلى من بتاع سينامون ذات نفسه. وانتوا اول ما تعملوا الوصفه وتشموا الريحه هتفتكروا بالظبط محلات سينابون والريحه اللي بتبقى فيها. جربوها بقى وادعولي، لانه اطرى واحلى سينابون هتاكلوه في حياتكم. والوصفه دي انا ما بغيرهاش للسينابون، ومش هدور على غيرها ومش هجرب غيرها، لان هي فعلا مميزه جدا. اطرى وصفه للسينابون واحلى وصفه للسينابون واكتر وصفه بتخليها زي الجاهزه واحسن بالظبط. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد لما انزل فيديو. بحبكم قوي واستنوني فيديو جديد. ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا له لايك، ولما تشوفوا اي فيديو ليا اعملوا له شير ولايكات. بحبكم قوي واستنوني في فيديو جديد، واكتبوا لي تحت في التعليقات تحبوا اعمل لكم ايه المرات اللي جايه.